السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ وش حالكم؟ ان شاء الله بخير. هذا الفيديو خاص بسوق بصفحة او قناة السوق العربية للمواشي، فخليكم معاي. احنا هسه حاليا قاعد نسقي مثل ما نقول او نرش البطاطا، لانه الدنيا حارة هين بالمانة، صارت الجو صار حار كثير، فإذا ما نسقى البطاطا ما تكبر بشكل زين وتدود، لأن الدود يدور البرودة فيطلع من القاع وياكل البطاطا أو يفوت بنص البطاطا. مثل ما تشوفون هين حصدنا قسم منها، مثل ما تشوفون هذا توالي بطاطا صغار. بس أنا حاليا جيت أصور لكم المرشة أو الري الحديث، يعني شلون الألماني يسقون. يعني هو البطاطا يحطونها بشوالي، شرحت لكم قبل هالمرة، فخليكم معاي ان شاء الله اشرح لكم شرح مفصل. هذا المرشة مثل ما تشوفون هي تدور يمين، هاي المرشة مثل ما تشوفون هي تدور يمين ويسار، لاحظوا عليها شلون. هذا موصل على غطاس او على بكرة او مضخة اساسية، وهي البكرة تسحب الخرطوم اول باول، والخرطوم هتشوفونه والمرشة يرش هيجذ ويرش هيجذ، يعني مشان يسقيها بشكل كامل مثل ما انتم ملاحظين. وهذا الطاقة او الضغط احنا نعايره، يعني ايش كثر نخليه يرش يعني المساحة. والخرطوم هذا تشوفونه، هاي البكرة قاعد تشوفونها هي هناك، هسه عم اصور لكم اياها. الضغط احنا نعايره، والمضخة هي طولها يعتبر، الخرطوم يعتبر طوله بلا 500 متر يعني، وحقها ميقالي، حقها تقريبا 10,000 يورو جديدة، بأكيد أغلى بأرخص، بحتى مستعملات يعني كلفن 2000 دولار أو 2000 يورو حسب. فتشوفون هي لحالها إذا جيت صدت هيك هسه عيني، وهسه ترجع الجنب الثاني، وهذا ترش يعني شغلتها كل النهار، ما يلزم سقي وما يلزم سقي او ريبة تنقيط او بل يعني مثل واحد يسوي تشالي ويعبي ماي معه، يعني هذا يصرف ماي كثير بشكل، لذلك ما يسوون هيك الالمان. اصور لكم اياها عن قرب، شوف شلون هاي هي، يعني مثل ما تقولون معيرة، وتضغط وترش مثل ما قاعد تشوفون. وهي هم لها دواليب وتسحب اول باول، اذاكم ملاحظين. اسوي خط هنا مشان نلاحظ، تحجو هي هسه تسحب اول باول يعني. هسه اصور لكم اياها مره ثانيه، تحجو شلون قاعد ترش على الجنب هذا بشكل، هي لحالها ترش. تحجو توني صورت لكم الخرطوم هنا، خط سويناه، وهسه قاعد يعني هي تمشي اول باول. عارف اذا تلاحظون على الدولاب بس قاعد يرجع، هو يسحب حاله، يعني كل شيء تقنيات مثل ما تقولون تقنيات حديثة. وهاي تسقي يعني سقي نظام وزين. نروح على الجنب الثاني، حاولوا اصور لكم تحت شلون يعني سقيها مثل ما تقولون نظامي. شوف هاي لسه عجاف مثل ما تقولون، هاي البطاطا شوفون ما شاء الله شلون بطاطا. هذه مهم جدا السقي، سقي البطاطا مهم جدا اذا الدنيا كانت او الجو يعني حار، بيدود القاع مثل ما احنا نقول، هذا يدور البروده، فشي يسوي يطلع من القاع ويفوت بالبطاطا، فالبطاطا تبقر يعني تعبى دود، فهم ما يحطون عليها ادويه، لا يسقونها مشان الدود تظل تجي رطوبه حسب حاجته، فما يخرب البطاطا، ما ياكل البطاطا مثل ما نقول. تشوفون عن بعيد. والبكرة هسه نروح على البكرة، اخذنا ماي. تحجوا يا جماعة تشوفون هذا الخط اللي صورناه قبل، هذا الخط وين صار
الخرطوم البلاستيك مثل ما تقولون. لحجوا هسه أصل عالجنب الثاني إن شاء الله تكونوا ملاحظين. هي يعني لحال هي تمشي صد يمين والصد يسار لحالها، واحد حتى يقدر يعيرها يعني ايش كثر تكون السرعة، إذا هو مثلا يريد يسقي أكثر أو كمية معينة، يعني هذا كله يقدر يسويه يعاير البكرة أو بالألماني يقولوا لها غلة، أو بشكل يسمونه بغيجنونك. هذا نوعية الري، هذا الري بالرش يسمونه بغيجنونك، يعني الرش أو الري عن طريق المطر مثل ما احنا نقول. فخليكم معاي راح أصور لكم البكرة هاي. والله مي غالية، يعني مي غالية جدا، وطريقتها سهلة، يعني سهلة بشكل يعني بأسعار مختلفة، ب10,000 بيوصل ل25,000، بس بي حتى ب2000 يورو مستعملات، وحسب انت المتر، حسب انت الكمية تريدونها. مثل هذه عندكم 10 كيلو متر، تشوفون البكرة هذا طولها، هذه هي، هذا الخرطوم موصل على المرش وهو يسحب أول بأول. دحجوا هذا الزرد هو يدور أول بأول، يعني احنا نقدر نعايره وهو يدور أول بأول مثل ما انتم ملاحظين قاعد يسحط صح. مع الكاميرا مو واضح كثير. وهذا شلون يسوون؟ هذا يجيبونها يوصلونها بتركتور عربانة عادية ويسحبونها مثلا على طرف القاع، ينزلون بالألماني يقولون هاكن مشان هذا ما تقلب مثل ما نقول، وعادي يكمشونه، وبالجرار او التركتور يسحبون المرش لاخر القاع، وعادي يجون عليها يعايرونها. هذه هي، حتى يقول لك الضغط ايش كثر وكل شيء، يعني كله تمام. هذا الضغط عندنا، يعني عندكم الضغط 2.2 مثل ما احنا نقول. عارفين اسوي لكم دحين شلون قاعد تدور، تشوفون هذا كله. هذا حتى ما يلزمها كهرباء، لانه على ضغط المي مثل ما تقولون بساعة بنصها تبرم وهي تسحب، يعني تسحب العيار. هي شرحها كامل، بس ان شاء الله اذا يعني نجيبها على سوريا يصير نسوي لكم شرح مفصل وكامل. هذا زردها وهي اول باول تبرم. شوفون هذه البكرة كاملة، يعني هاي ابد هذه مثل ما نقول هاي 10 كيلو متر. هذه واحد يقدر يجيبها على سوريا، يعني كثير بالانترنت مثل ما نقول بحقها 2000-3000 يورو حسب، يعني بأرخص بأغلى مثل ما قلت. دحش شلون هسه عيني كان يرش على الجنب ذي هو لحاله يرشيش ويرشيش. فهذا الألمان يعتمدون عليها بشكل، لأن بالتنقيط ما يعتمدون على التنقيط بشكل كبير مثل ما احنا نقول، لأن التنقيط عمليته تكلف وقت، واليد العاملة هي بالمانيا غالية جدا. فشي يسوون؟ يعتمدون على الطرق الحديثة وإلى آخره، أو البغيقنوا بالرش يعني. والرش حتى يعني إذا كانت مثل ما نقول الشمس حارة أو الجو حار ما يصير يرشون الظهر، لأنه يتبخر، هل رشوه أو المي يتبخر مثل ما احنا نقول، والنبات يبس لانه يجي مي وتجي حراره فيبس، يعني هالنبات او الهرش مثل ما احنا نقول هذا يبس يعني صح. فيرشون دائما المغرب او الصبح، وجه الصبح يرشون، يعني لما الجو يكون درجه الحراره عاليه او الشمس يعني مي كثير عاليه. شوفوا هاي البطاطا ما شاء الله. واحده ثانيه، حاجه الصلاه على النبي يا جماعه. شلون بطاطا، شلون السلطان حبة يقع. شوفوا يا جماعة شوفوا شلون بطاطا زينة. هاي البطاطا يسوونها بجوالي، لأنه إذا بس البطاطا مثل بس تجيها شمس تصير خضرة، لذلك يحطونها بجوالي، وعندهم آليات تحصدها وكل شيء. إن شاء الله أصوركم. خوش بطاطا زين. شوفون المرش يعني يرش يمين ويسار، هذا كله لحاله، أحد يلزمه أبد. بس نوصل المرشة مثل ما نقول على القطاس، أو على على القطاس صحيح،
هي يعني تسوي كل شيء لحالها، ونجرها الخرطوم نعيرها وهي تسوي لحالها، وبس تخلص يوصلهن هي تطفي هميني، تطفي لحالها يعني. فهاي الشغلة زينة يعني. البغيقنو مثل ما احنا نقول مو غالي يعني، 2000 يورو مثل ما نقول، او 2000 دولار يعني، حسب بأنواع كثير، حتى بأنواع صينية يعني تكون أرخص، بس ألمانية هن واحد يقدر يلقى مستعمل يكون رخيص يعني، يكون ماشي حاله مثل ما نقول. فهذا مثل ما تشوفون هذا خرطوم وصل على القطاس يعني، وهي ترش لحالها. وإن شاء الله ما طولت عليكم ويعطيكم العافية، حبيت بس والله أورجيكم لا أكثر ولا أقل، وشكرا جزيلا على دعمكم.